يقال بأن وراء كل نجاح قلب يحترق، وإذا كان وراء نجاح اتحاد العاصمة وتألقه في المنافسة القارية هذا الموسم شيء يحترق، فهو قلب أنصار الاتحاد. أنصار من زماننا وفي نفس الوقت من زمن آخر، أنصار من عالمنا وفي نفس الوقت من عالم آخر. عشاق الأحمر والأسود آمنوا بتشكيلتهم هذا الموسم، وحتى بعد ضياع يوسف في غيابة العقوبة تشبث أولاد البهجة بإخوة يوسف بالليل في الفريق وسندوهم فكانوا صالحين، وكان النصر في السودان. قلب عشاق اتحاد العاصمة احترق بعد عقوبة بالليل، واحترق بعد كل الأخبار التي راجت حول الفريق، واحترق بعد البداية الصعبة لرفقاء فرحات في مباراة السودان، واحترق أيضا بعد هدف كاريكا. ولكن عودية زماموش وبيتاش ورغم دخولهم من أبواب متفرقة إلا أنهم أطفأوا نار الحزن وأوقدوا نار الفرحة في قلوب كل من عشق الأحمر والأسود. أوقدوا نارا ذكرت الجميع بنور الكهرباء في السنوات الخالدة. أولاد البهجة الذين أضاءوا مقبرة أم درمان في غياب نور الهلال السوداني بكراكاج خارج الديار، أضاءوا أيضا عاصمة البلاد باحتفالات صاخبة، وأضاءوا قلوب اللاعبين في مطار هواري بومدين على 5 صباحا واستقبلوهم بحفاوة. أنصار الاتحاد احترق قلبهم عشقا لفريقهم، فأضاءوا سماء الملاعب التي حلوا بها. أنصار الاتحاد ظلوا أوفياء لخيار القلب، فغنوا لخيار القلب لا تشيلتا ديل كوري. ظلوا أوفياء وغنوا لن نخون أبدا، جامين خونوا. احنا يا دوس ورهقنا معاه في وقت الشدة جامين خونوا القلب. وظلوا أوفياء وآمنوا بفريقهم وبقدرته على التتويج بكأس إفريقيا، فغنوا فآمن اللاعبون أيضا بالحلم وغنوهم أيضا. أما اليوم فبعد اقتراب الحلم أكثر من أي وقت مضى، يحترق قلب أنصار اتحاد الكهرباء شوقا للقب القاري، وأمنيتهم أن تضيء النجمة القارية القميص الغالي.